وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اولا الفوغينواغ ديالنا بطريقه مبسطه للمبتدئات. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه سامي. اليوم ان شاء الله بمناسبه راس السنه الجديده اللي يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. كيف قلت لكم بمناسبه راس السنه الجديده بغيت نشارك معكم واحد لاطاغط اولا فوغينواغ بطريقه سهله وسريعه وكتحضر في وقت اللي هو وجيز وبطريقه مبسطه للمبتدئات. بالنسبه للمقادير كنحتاجو في المقادير 6 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وعندي 170 غرام ديال سكر سنيده ما يعادل كاس ديال العنبه ديال سنيده، قليل من الملح، عندي كنحتاج 200 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه، وكيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام، وعندي معلقه كبيره ديال الزيت تكون مملوءه جيدا ما يعادل 20 ملل ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال بودره ديال الكاكاو النوع الممتاز. صافي هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ داك 6 البيضات اللي عندي وغادي نكسرهم نديرهم في العجانه اولا الطراب الكهربائي. غادي نضيف عليهم داك الكاس ديال السكر سنيده والقليل من الملح، وغادي نديرهم في الخلاط باش غادي يتخدموا ليا مزيان. غادي نطلعهم مزيان حتى يضاعف ليا الحجم ديالهم، يولي اللون ديالو ابيض ويضاعف الحجم ديالو. صافي من بعد ما طلعته مزيان ولا بهذا الشكل هذا غنضيف له ديك المعلقه ديال زيت المائده باش الخليط يجينا رطب. كناخذ داك الدقيق اللي عندي وكنضيف له الخميره الكيماويه والكاكاو وغادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا ليا. من بعد كناخذ صفايه وغادي نغربل داك الدقيق اللي عندي ونبقى كنضيف غير شويه بشويه. انا غربلت الكميه الاولى وغادي نخلط من الاسفل للاعلى، نخلط غير بشويه باش ما يطيح ليا البيض. وليت ضفت كميه اخرى من الدقيق وكنغربلها مزيان، وكنولي نخلط بنفس الطريقه من الاسفل للاعلى. وضروري تخلطوا غير بشويه، ما تخلطوش بزربه، غير انا كنزرب، انا مزربه الفيديو كيبان لكم كنخلط بزربه. انا كنخلط وانا كندور الاناء في نفس الوقت باش كيتخلط ليا كامل ما يبقاش فيه الحبيبات. نولي نضيف كميه اخرى من الدقيق مع الكاكاو والخماره بعد ما كيتغربلوا، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه كنخلط مزيان. وليت ضفت الكميه ديال الدقيق اللي تبقات ليا ونولي نخلطها مزيان بنفس الطريقه. وكناخذ لاطه ديال الفرن مفرشه بورق ديال الطهي ونفرغ فيها الخليط اللي عندي كامل، وكنحاول نسرحو بسباتول، نسرحو مزيان على اللاطه باش كي لا جينواز ديالنا كيجي رقيق ويجي زوين. وغادي ندخلها للفرن على عافيه تكون مهيله 10 دقائق ما نتعداوهاش باش يجي رطب وما يجيش قاصح. ونحاول نزدحو شويه مع البوطاجي باش كيخرجوا منه ديك الفقاعات ديال الهواء. لاجينواز ديالنا من بعد ما طاب كيجي زوين ورطب، لاجينواز كيجي رطب وزوين، كيجي لاصق في الورق ديالو.
نحاول ناخذو ونقلبو على شي منديل. بعد ما كنقلبو كنحاول نحيد ليه الورق. بعد ما حيدت ليه الورق اللي كان لاصق عليه، كناخذ واحد الاطار اولا كادر، وكنحدد القياس اللي غادي نقطع، وكندوز عليه بسكين. انا غادي نحتاج هنا ل3 ديال المربعات. هذا المربع الاول، غادي نقطع المربع الثاني، اما المربع الثالث غادي يجي مقسوم على 2. واخا يجي مقسوم ماشي مشكل، لان غادي نديروه في الوسط ما يجيش باين. من بعد ما قطعت المربعات ديال لاجينواز اللي عندي، غادي نخليهم على جنب، وغادي ندوزو المقادير ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو البودره ديال الشونتيي، بودره ديال الشونتيي من فئه 100 غرام. عندي هنايا لاموس ديال فانيليا من فئه 110 غرام. الا ما كانوش متوفرين تقدروا تستعملوا ديال الكريمه السائله، غادي ديروا منها نصف لتر. هاد 2 ديال العلب غادي نطربوهم مع 2 ديال الكؤوس ديال الحليب، 2 كيسان ديال العنبه. عندي دانيت ديال الشوكولا ديال الكراميل. كنحتاجو 100 غرام ديال الكركاع قطعته قطع صغيره. عندي 150 غرام ديال حبيبات الشوكولاته. انا النوع هذا هو النوع اللي استعملت. هاد لي بيبي الشوكولا كيكون في هاد العلبه هادي. 150 غرام ديال الشكلاط الاسود قطعته قطع صغيره. وكنحتاجو الكميه من الكرز المعلب. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. صافي جبت هنايا الطراب الكهربائي، غادي ندير فيه البودره ديال الشونتيي وكذلك لاموس ديال الفانيليا. كنضيف لهم 2 كيسان ديال الحليب بقياس ديال كاس العنبه. ضروري يكونوا باردين مزيان باش الكريمه كتطلع لكم دغيا، والكميه ديالها كتجي كميه كثيره. صافي غادي نشعل عليها غادي نشعل الطراب الكهربائي، غادي نخليها تطرب مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها. خليت الكريمه حتى طربات مزيان وكيتضاعف الحجم ديالها وكتولي متماسكه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف لها دانيت ديال الكراميل. غادي نولي نشعل عليها ونخليها حتى تزيد تطرب مزيان مع داك دانيت الكراميل. كيولي بهذا القوام، كيولي متماسك مزيان وشاد راسو كيف كتشوفوا معايا. كيجي شاد راسو مزيان بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نديرو لها المونتاج. دابا غادي نبدا ندير المونتاج. بالنسبه للجينواز خليته حتى برد مزيان، قطعته 3 ديال المربعات وصوبت هنايا السيروم. درت كاس ديال سنيده مع 2 كيسان ديال الماء ونص معلقه ديال الروح ديال الكراميل. بالنسبه للكراميل اللي كنستعمل اللي كيكون في هذه البواطه هذه كيدير ب5 دراهم، درت منه نص معلقه صغيره وخليته حتى تغلى شويه واحد 5 دقائق تقريبا. من بعد ما تغلى صافي غادي نستعملو. صافي غادي نبدا نشرب هذا الجينواز ديالي. غادي نسقيه مزيان بهذا السيروم وهو سخون باش يتشرب ليا مزيان. غادي نشربو مزيان بالسيروم باش ما يبقاش ناشف، باش يجي فازك ويجي زوين. من بعد ما سقيته مزيان بالسيروم دابا غادي ندير ليه الكريمه اللي عندي مطربه. ندير تقريبا واحد 5 ديال المعالق يكونوا كبار عامرين مزيان بهذا الشكل هذا. نحاولوا ان الطبقات 3 ب3
نديرو فيهم نفس العدد ديال المعالق باش الطبقات كيجيونا متساويين. نزيد شويه لان هاد المعلقه درتها. دابا غادي نسرحو على الوجه ديال الجينواز. نخليهش يطلع لي على الجوانب، الا طلع لينا كنوليو نقادوه. وبعدين ندير فيها هاد الحبات ديال الكرز المعلب ولا الشوغيز. كنضغط عليهم شويه باش كيدخلوا في وسط الكريمه. دابا الكركاع اللي عندي اللي قطعته من بعد ما قطعته قطع صغيره غادي ناخذ نص الكميه ديالو، نحاول نوزعوه على الوجه ديال الكريمه. الكميه اللي بقات لي غادي نخلي نديرها في الطبقه الثانيه ديال لاجينواز. الطبقه الاولى درتها على هذا الوجه هذا، اما اللي غنديرو كطبقه ثانيه كنقلبوها على الوجه الثاني اللي كيكون في الاسفل كيولي من الفوق. وهذه اللي كتكون الجينواز اللي كيكون عندنا مقطع كنحاولوا نديروه في الوسط، ما نديروهش من الفوق اولا من التحت، يجينا هكا في الوسط باش الخدمه كتجينا مفينيه. كنحاول نضغط عليه شويه باش كنخرج داك الهواء اللي كيتكون من الداخل. غادي نولي نسقي الطبقه الثانيه بالسيروم اللي عندنا منكه بالنكهه ديال الكراميل. نشربو مزيان لاجينواز ديالنا باش كيجي فازك ويجي زوين. غادي ندير فيه الكريمه، نسرحها مزيان على الوجه ديال لاجينواز، نسرحها مزيان على الوجه ديال لاجينواز. البلايصات اللي كيبقاو فارغين غادي نضيف لهم شويه د الكريمه، والبلايصه كذلك. غادي نولي ندير ديك الكميه اللي تبقات ليا ديال حبات الكرز. نولي ندير الكميه اللي تبقات ليا ديال الكركاع، الكميه اللي تبقات ليا كامله غادي نضيفها. تقدروا تعوضوه بحبات ديال اللوز مقطع اولا سميتو اولا البيستاش. كيف ما تقدروا تكتفيو غير بسوغيز، الا ما كانش عندكم مكسرات متوفرين تكتفيو غير بحبات الكرز فقط. غادي ندير الطبقه الثالثه ديال لاجينواز واللي هي الطبقه الاخيره. غادي نضغط مزيان على لاجينواز، غادي نسقيه بالسيروم مزيان. دابا غادي ندير كميه اخرى من الكريمه اللي غادي تكون كطبقه اخيره. دابا غادي نسرحوا الكريمه ديالنا على الوجه ديال لاطاغ، غادي نقادوها مزيان على الوجه. دابا غادي نحيد لها هذا الاطار باش غادي ندير ليها الكريمه في الجوانب. ندير لها شويه الكريمه في الجوانب.
ندور على هاد الجوانب كاملين اللي ندير لهم الكريمه كاملين. دابا من بعد ما سرحت لا كريم في الوجه ديالها وفي الجوانب درت ليها لا كريم. دابا غادي ندير لها هاد لي بيبيت شوكولا اولا حبيبات شوكولاته. وهاد الكميه اللي كطيح كنوليو نجمعوها نستعملوها مره اخرى، نخليوهاش تضيع. غادي نستمر بنفس الطريقه، نبقى ندير هاد الحبيبات الشوكولاته في الجوانب. كناخذ واحد الكميه كنحاول نلصقها في الجوانب بهذه الطريقه هذه. نوليو نجمعوا هذا الفائض اولا هذا الزائد نستعملوه مره اخرى. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي ندير الجوانب كاملين. بعد ما كملت الجوانب زينتهم بلي بيبي ديال الشوكولا. دابا غادي نزينهم بشونتي. شونتي درتو في الجيب الحلواني. غادي ندير هنايا ورود، غادي ندير شكيل ديال الوريدات على هذا الشكل هذا. وغادي نولي ندير هنايا الشونتي في الوسط ديال المربع بهذه الطريقه هذه. كيجي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكلاط ديالي من بعد ما ذوبته في حمام مريم. من بعد ما ذوبته صبيته هنايا على البوطاجي وخليته حتى جمد ولا متماسك، وجبت واحد السكين كبير وبقيت كنقشرو بحال الشكل فاش كنقشروا الخضره. بقيت كنقشرو حتى حصلنا على هذا الشكل هذا. كيجي هكا رقيق، كيجي مقطع رقيق. دابا غادي نزين به لاطاط ديالي. غادي نزين بهاد الحبات ديال الكرز. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اولا الفورنواغ ديالنا، بطريقه مبسطه للمبتدئات، سهله وسريعه وكتوجد بسرعه. تقدروا تفرحوا بها وليداتكم، وكذلك في اعياد الميلاد وفي المناسبات كتجي لذيذه بزاف بزاف، ما تشبعوش منها. الا جربتوها اكيد غادي تنال اعجابكم. والان غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا معايا كيف كتجي رطبه وهشيشه، والمذاق ديالها ما نقول لكمش. يا سلام. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، والى عجباتكم ما تنساوش تخليو لي اللايكات باش تشجعوني، وشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وعجبكم المحتوى فاشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.